فنان سنان العزاوي في وكالة كنوز ديار. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله. اليوم اطلاله شبابيه. عيونك الحلوه. حبيبي استاذ، اليوم حضورك في مهرجان دولي عراقي. آل التنظيم، آل الجوده، حدثنا خلينا نشوف يلا بعدين احدثك، بعدني توني دخلت. على التنظيم. ايوه اوكي خلينا نشوف توني دخلت، بعدها نعطيك رايي. ماني يعني ارائي مو مجاني، ارائي علميه ودقيقه على راسي. حبيبي اعمالك على رمضان. ان شاء الله عندي ياقوت على قناه الفضائيه العراقيه. استاذ سنان، بعد كثره الاعمال، عوده الاعمال على الشاشه العراقيه، اللي يحتاجه الفنان العراقي حتى يستمر ويقدم. ان يقرا حتى يطور نفسه، حتى ليك يغير نفسه كل سنه بالشاشه عند المتلقي، حتى ليك يفوق التوقع بالاداء. صدق حياه المشاهير صعبه؟ لا لا. قبل الفنان سنان العزاوي في بدايه المسير وبعد النجاح والتفوق. شو الاختلاف؟ بعدني في بدايه المسير. اكو شيء اختلاف؟ طبعا الوعي. شوف الموهبه هي موجوده حتى عند القرد. نعم. بحديقه الحيوان تروح للقرد تشوفه يقمز تذب له حب، ها تشوفه جميل حلو عنده موهبه، ترجع له بعد 5 سنين هو نفسه ما مطور نفسه. الفرق بينه وبين البشر الموهبه عند البشر وعند الحيوان ان البشر بامكانه يطور هذه الموهبه عبر قراءاته المستفيضه ويطلع على اليات الاداء والمدارس الادائيه، وبالتالي سيكسر النمط والروتين او يمنهج منطقه الاداء اللي يعمل بها وفق هذه النظريه او تلك. بما انه احنا نفس المجال واكاديميين كليه الفنون الجميله، فطلابنا يسمعوك كلامك لهم. اتمنى لكم التوفيق، ونحن من نعيد تأهيل المجتمع، الفنان من يعيد تأهيل المجتمع، لذلك يجب أن نكون في درجة أعلى، وهذه الدرجة الأعلى نحصلها بالقراءة. اقرأوا، ثقفوا أنفسكم بشكل حقيقي حتى تأتي نتاجاتكم الفنية هي معادل موضوعي لقراءاتك العلمية. لكم التوفيق. حبيبي التشرف. حبيبي.